منحنى النجاح مصطلح يمكن ان انت تكون سمعته قبل كده لو انت كنت بتدور على يوتيوب ازاي تنجح، او مصطلح ممكن تكون سمعته في مجال من مجالات التطوير او التخطيط. فعشان المصطلح ده مهم للدرجة دي جبنا لك فيديو كامل عنه. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بيتكلم عن ايه هو منحنى النجاح. بس قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا نبدا. اول حاجه لازم نعرفها عن منحنى النجاح، وان المنحنى ده او الشيء ده واحد من اهم العوامل اللي بتحدد الشركه دي او المشروع ده هينجح ولا لا. ودي صوره بتوضح ارباح ابل على مر السنين. بعد لما عرفت كل الحاجات اللي انا لسه قايلها دي، لازم تعرف او لازم تشوف نقطة مهمة جدا في منحنى النجاح، وهي النقطة دي. والنقطة دي معظم الناس بيقف عندها. ليه؟ لان الناس بتقعد تعافر وتجتهد وتشتغل وتقدم حاجات حلوة وتتعب في كذا وفي كذا وفي كذا، وفي الاخر ما يلاقوش نتيجة. وانت الصراحة عندك حق، يعني ليه بعد كل ده تكمل؟ احب اصدمك واقولك ان الاجابة ان انت لازم تكمل. بعد النقطة دي النجاح هيكون كده كده جاي، بس لازم تصبر. وده اللي انا قلته في ملخص كتاب عادات ذرية الجزء الثاني، ولو انت مشفتوش شوفه من الاي اللي فوق هنا او هنا او تحت في اللينك. فالنقطة دي حاول ان انت ما تقفش عندها، حاول ان انت تكمل وتعافر. لما انا اجي ارسم منحنى النجاح ده بيكون في خطين رئيسيين. خط الاكس وهو خط افقي من اليمين للشمال، وده بيعبر عن الجهد المبذول، والخط العمودي اللي هو خط واي وده بيمثل النتائج. الاتنين دول بقى بنقارن عنهم عن طريق ايه؟ عن طريق المنحنى اللي احنا بنرسمه. فاحنا كده بنقارن ما بين الجهود المبذولة والنتائج. كمان المنحنى ده ممكن يكون ليه نوعين، ان هو اول نوع اللي هو السلبي، وتاني نوع اللي هو الايجابي. ولو كان ايجابي فانت كده بمعناه ان انت بتجتهد وبتتعب والنتائج قاعدة بتحصل. ويعمك انت لو قعدت تتعب وتعافر ومفيش حاجة بتحصل ده عادي. انه ممكن ان انت تشتغل، يعني في واحد بيشتغل كتير قوي بس مفيش نتائج، او النتائج اللي بتحصل قليلة. في حد بيشتغل ممكن يشتغل يعني متوسط، اللي بيشتغل كتير قوي ده وبتحصل نتائج اكتر منه لانه بيشتغل بذكاء مش بيشتغل بجهد. فدي حاجة لازم تعرفها، ان انت تشتغل بذكاء ما تشتغلش بجهد. وكمان ممكن تشتغل بذكاء مع سنة جهد، لان انت لازم تجتهد عشان النتائج تحصل وان انت توصل للي انت عايز توصل. دلوقتي ممكن واحد يجي يقول لي هو انا ممكن ارسم المنحنى ده في اي مجال؟ حابب اقولك ان انت ممكن ترسمه في اي مجال، زي مجال التطوير والتسويق وإدارة المشاريع وكمان الإدارة العامة. ويعني المنحنى ده ما ترسم مثلا، ما ينفعش ان انت ترسمه على ورقة بالقلم واقعي. لا، في برامج متخصصة في ان انت ترسم المنحنيات دي او النتائج دي، زي برنامج الاكسل. وده اكتر برنامج ممكن يفيدك ان انت ترسم منحنى النجاح عليه. وفي عوامل ممكن تأثر على المنحنى دي، اولهم واهمهم جودة التخطيط. وان انت لازم تكون يعني منظم في خطواتك في المشروع ده. منظم مش بمعنى اللي هو ان واحد مثلا بينظم مكتبه او كده، لا، ان انت تنظم خطوات شغلك. ان انت مثلا تبدأ، مثلا انا عايز اعمل فيديو، اول حاجة بكون عايز اعملها ان انا احضر السيت اب، اللي هو احط الرينج لايت على الترابيزه اللي انا بصور عليها، واجيب المايك اللي هو ده، دي سماعه اصلا يعني مش مايك، اجيبها واحط الرينج لايت، افتح الاضاءه واجيب اللابتوب عشان اقرا منه السكريبت، وبعد كده اقعد اصور. فلازم تكون منظم في خطواتك. تاني حاجه بتاثر على منحنى النجاح وهي الخبره. وما تقلقش، الخبره كده كده هتيجي مع الوقت. انت حاول تقعد تجرب، وعادي لو فشلت في الاول انت هتتعلم من خطأك، ولازم تعرف ان انت لازم تتعلم من خطأك. فالخبرة بتيجي كده كده مع الوقت. تالت حاجة بتأثر على منحنى النجاح وهي توافر الفلوس او توافر المال. والتوافر المالي ده ممكن ان انت تبدأ براس مال قليلة جدا. وهي بس كده نكون وصلنا للفيديو. لو الفيديو عجبك متنساش اللايك والشير والسبسكرايب. ولو انت عندك افكار فيديوهات ما تنساش تكتبها لي تحت في الكومنت. انا ممكن فعلا لو حد كتب لي تحت في الكومنت فكرة فيديو ان شاء الله هحاول اعملها الفيديو الجاي على طول.
وبس كده. سلام.